اللهم وفقني لكل خير، وسهل علي كل صعب، واجعل نهاية جهدي وتعبي فرح. السلام عليكم، يسعد لي صباحكم ومساءكم وكل اوقاتكم يا رب. كيفكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول شي بدي اتشكركم على تعليقاتكم الحلوة، عن جد يعني هذا شكري وامتناني لكم ما بيخلص ابدا، وعلى تفاعلكم الحلو هيك بصفحتي دخيل قلبكم. والله انتو يعني من خيرة الناس واطيب ناس عن جد، وهيك انتو يعني عم تعطوني جزء حلو بحياتي، عرفتوا يعني صرتوا هيك مني وفيني عن جد. ونعم الخوات دخيل قلبكم، كلياتكم خواتي بالله عن جد دخيل قلبكم، وربي يجزيكم الخير على تفاعلكم وعلى كلامكم الطيب لإلي. هلا اليوم مثل ما لكم شايفين حطيت بطاطا بدي اسلقها قبل القهوة، لانه سبحان الله هيك برد الجو بسرعة وولادي اخذين برد، فهيك بطونهم عم بيوجعون شوي، فقلت بدي افطرهم بطاطا مسلوقة شوي هيك تعبانين. فوالله قبل ما اساوي القهوة حطيت البطاطا بدي اسلقها، وبركتي شربت القهوة على السريع. الله وكيلكم سلوقة، بس بدي مرة ودي تصل تنسلق البطاطا مشان هيك افطرهم وامن عليهم، لانه عن جد كتير هيك تعبانين. فقول ثلاثة الله يحميهم يا رب، يعني لقيتها كارثة. وبتعرفوا انتو نق الولد الصغير، عن جد الولد وقت اللي بيمرض اهله بيمرضوا مقابله. ايه فوالله قلت انه هيك بعالجهم بالبيت يصير المعالجة ماشية. ايه فقلت انه هلا هن اخذين برد بطونهم عم بيوجعون، يعني شفتوه كلياتنا بنعرف انه البطاطا المسلوقة واللبن يعني اكل خفيف للولد. فوالله مباشر يعني مثل ما شفتوا سلقت بطاطا. وعلى فكرة هي البطاطا هذا النوع طعمته كتير كتير طيبة، ايه والله. فهيك يعني بتتاكل هيك حاف بدون خبز، طعمتها ما سيئة ابدا. هي بتجي هيك مثل البطاطا الحلوة يعني بيقولوا لها، يعني طيبة للسلق. فهون والله طعميتهم وأمنت عليهم لحتى نيمتهم وغطيتهم بشراشف مشان هيك يعرقوا شوي، لأنه يعني شكلهم اخذين برد والوضع طاول ما هو ما بيطمن. فمن بعد ما نيمتهم بركت قلت بدي، عندي ابو يزن جايب لي القرع، ايه بدي امونه. هلا انا هيك بمون القرع مفروم، وبحط كم وحده لليبرق. ما بكتر الصراحه لليبرق، يعني مثلا 4 وحدات هيك، يعني ماكسيمو 4 5 حسب حجمهم. فهون صرت اعزل اللي بده انه حفر للمحاشي ويلي بده فرم. طبعا هون ما بننسى ابدا كل حبة بحبتها واحد بده يدوقها، لانه ممكن يطلع مر، اكيد كلكم بتعرفوا يعني. على فكرة انا اول ما بلشت امون قرع ويحرم علي ما دقت وحدة منه ابدا، بس الحمد لله كلهم كانوا حلوين. لانه بيقولوا انه اذا وحدة طلعت مرة بتخرب الشغل كله. اي والله. فهوني طبعا كله قشرته هيك بهي القشارة. هلا البعض بيبشروه، انا والله هيك لقيته احسن وانظف هيك يعني. طبعا هون كله غسلته، وطبعا قمت هون منه قمت تقريبا كم وحدة للحفر. انا طبعا بحبه بس فوق اليبرق. وهون بلشت بدي افضي قلبه، لانه هذا قلبه كله مي، يعني هيك بيطالع مي، عرفتوا. فانه اجباري بده ينشال هذا القلب، هذا الجزء الابيض كله بينشال، وبيبقى الخضرة ايه القسم يعني اللي من برا. و اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا وهيك بفرمه انا بهالشكل يعني بشكل ورب، مشان ما انه يتخبص هلا هو ما بيتخبص، بضل هيك بضل القطعة على حالها. طبعا بالشتاء انا بس بطالع الكيس من الفريزر وبكب عنه عدة مرات، وبقلي دهنة ولحمة،
بقليهم مع بعضهم كلهم. عن جد انا هي الاكله كتير بحبها، كتير كتير بحبها، فلهيك بمونها. طبعا هون خلصت الكميه وهدول حفرتهم. هلا ما بعرف برجع بجيب، لا ما بجيب ما بعرف. وهون حطيت مي كمان مشان افور عنهم. حطيت بقلب المي ملح خشن، وحطيت سكر. هلا السكر هو بيحافظ على اللون الاخضر، اذا حطينا ملح الليمون فبده يصير، بده يقلب على لون اصفر، عرفتوا؟ بيطلع لونه، هلا هو تمام اوكي مواد حافظة، بس انه بيحفظ يعني بالفريزر. بس اما السكر بيحافظ على لونه، يعني انا بطبخها بالشتاء وبتضل لونها خضرة ابدا ما بتتغير، كتير بيطلع لونها حلو لذيذ. فهون بلشت هيك افور عنها. وعلى فكرة كتير صعب هيك، وبعد ما واحد بس تغلي يعني بتكون طالعوها كتير صعب. انا هيك وانا عم بشتغل فكرت بهي شبكة القلي اللي في طناجر قلي بيبقى لهم شبكة، فانا قلت انه واحد بيحطها بالارضية وهيك وقت بيفور مثلا على شي ناعم مثل البازيلا. والله انا البازيلا ما بفور عنها، صحيح تذكرت. ايه مثلا مثل هلا هاي واحد بيحطها وبيشيل المصفاية كلها، خلص تطلع كلها بالمصفاية. قلت اسهل يعني، بس والله ما عندي منها. فوالله تعذبت كتير وانا عم بطالع الوجبة يعني هي هون. بس انه يلا يعني ايش نساوي، هي اكلت معي 3 وجبات يعني بالسلق بالتوفير يعني هون. احكولي انتو بتمونوا هي القرع ولا لا ما بتحبوها؟ والله انا قلت لكم يعني هيك تغيير شكل، شوفوا على لونها بسم الله ما شاء الله، يعني ضل هيك بتحسوها تازة. وهدول القرعايات فوق اليبرة، ايه فعن جد هيك ما بعرف، انا قلت انه حاج الحمد لله رب العالمين ان شاء الله هيك بتصير الشتوية وبناكلهم بهنا وعافية. والله هون بلشت اضبهم. هلا طبعا بردوا هون كتير منيح يعني، بس ما كان عندي قياس كيلو، ومضطرت احط قياس نص كيلو وعبيتهم يعني كتير منيح. قلت يلا ما في مشكلة، المهم نضاف وجدد يعني. ايه وهون هيك صرت اعبيهم. عن جد المونة كتير حلوة، انا الصراحة بحب اشتغل بالمونة، هيك بحس انه بدلل عيلتي يعني كوني ست بيت، فانه بحب هيك امون مثلا للشتوية. عن جد بكرة بالشتاء الواحد يعني هيك شلون بدي اقلكن، يعني انه ما في هيك اكلات كتيرة، سبحان الله بيبقى الصيف اكلاته متنوعة اكتر. ايه ما بعرف، انا لسه هاي الصيفية ما مونت كتير، ما بعرف ما فضيت او بجوز بسبب هيك مرضي يعني تعبي. الحمد لله رب العالمين انا مالي مرضانة يعني كتير، بس انه بسبب هذا الوهن اللي عم بحس فيه، فانه ما حسيت ما مونت كتير. ايه والله بس انه يعني بحب هيك امون، بخوض بهالشغلات، ما انه بقول لا ما بدي وخلص. انه مثلا انا من هذا الجيل انه لا ما بدي امون، لا بالعكس انا كتير بحب امون وهيك ايه ادلل عيلتي بالاكلات الطيبة. وهون هيك خلصتهم كلهم. ايه وبلشت هيك اضبهم مشان احطهم بالفريزر. طبعا هون فاقوا اولادي ولساتهم مرضانين. ايه فوالله هيك كتير حطيت لهم مي سخنة على بطونهم، عبيت لهم كيس مي سخنة وقلت انه هيك بيركنوا شوي. عن جد نحن كتير برد الجو عنا، يعني فجأة كان شوب ومشغلين المراوح وبس بدنا نسمة هوا، سبحان الله. يعني هيك هجم البرد صار هيك برودة. هلا للكبار بالعكس الجو كتير حلو، هيك بيجي نسمات خفيفة، بس اما الصغار لا بدهم انه شراشف برودة عليهم. بس اما هيك للكبار عن جد الجو كتير حلو ونسمات باردة. والله خطر في بالي اقوم اعزل وامد السداج، بس لا قلت لسه بكير، شفتوا هلا بصير يعني بيرجع الشوب، فقلت انه بكير يعني ان شاء الله هيك برودة خفيفة وبترجع بتروح في حال سبيله. إيه فوالله هون قلت انه كونه مرضانين اختي لازم اعمل لهم هيك اكلة يعني تكون خفيفة على معدتهم وبنفس الوقت يعني تحمي لهم معدتهم. هلا بيقولوا انه الامهات، يعني كوني انا ام يعني لو كنت ام صغيرة بيقولوا الامهات انه بس صار برودة بيحطوا الشوربة على الغاز. انا من جماعة بس صار برودة بحطها يطبخها على الغاز، عن جد انا كتير بحبها. على اساس كنت مالي يعني مالي ناوية اطبخ.
قمت قلت والله بدي خلص اساويها منه هن مرضانين علي بنفس الوقت، يعني انه مفيدة وبتدفي لهم معدتهم. فقلت يلا بعمله، ومنه انا كمان مشتية عليها. عن جد هلا صارت تنقبل اكتر من الصيف، لانه هي بتضل محافظة على الحرارة اللي بقلبها، يعني انه شفتوا البطاطا بتحافظ على الحرارة، و يعني هي هيك سخنة. فقلت انه هلا وقتها. بكره انا كتير بعملها بالشتاء. كل ما بكون محتارة بأكلة بساوي هي الأكلة. عن جد كتير بحبها، وهيك بحسها سريعة، ما بدها شي، بس مجرد ما ينسلق الفروج خلص هدول بيتقلوا بسرعة وبيستووا بسرعة. بس أنا هون والله قلت بدي أغسل البطاطا، بحب أنقعها مشان كمية النشا اللي بقلبها ما تظهر يعني بالأكلة. ما بحب طعمة النشا بقلب الأكل، يعني بحس إذا ما انغسلت بتخرب كل الأكلة. فوالله قلت هون بنقعها يعني مدة يعني هيك نص ساعة مشان تطلع هي المادة النشوية اللي بقلبها. وكلهم هيك بفرمهم بشكل مكعبات. والله حطيت لها كمان بصلتين، لانه البصلات حسيتهم صغار، بس وقت اللي فرمتهم قلت لا، صغار البصلات لازم انه ازيدهم اكتر، لانه هي الاكلة البصل طيب فيها. والله. وهون هيك مثل ما لكم شايفين نقعتهم. وهون كنت كمان سالقة الفروج، عم ببلش بسلقه. يعني هلا انا بحط المنكهات بس طالع الزفرة، يعني بقول احسن. هون طبعا طالعت الزفرة وحطيت ورق غار وقرنفل. كتير بحب القرنفل بقلب هيك مرقة الفروج. عن جد كتير هيك بحسها بتكسر الزنخة كتير كتير، وهيك بتعطي طعمة طيبة. عن جد كتير طيب، يعني بحس بينكه اكتر من القرفة. والهال كمان يعني بحبه كمان مع هذا، مع الفروج. هون مرقة الفروج. وهون لوقت ما ينسلقوا الفروجات عندي قلت بدي احط رز. هلا انا الصراحة كنت بدي اعمل جنبه برغل، بس كونه ابيزن ما بياكل حيرمني من البرغل، الله وكيلكم. قلت لا خلاص بعمل رز، لانه بعرف انه ما رح يقدر ياكل البرغل. فيلا كرماله قلت رح اعمل رز. وهون لوقت ما بلشت اطبخ الطبخة واستوت الطبخة منصرع راسي من الأولاد، مو عملت لهم حمية لبطنهم. فكل شوي ماما بدنا ناكل، ماما بدنا ناكل، وانا عن جد يعني ما اعطيتهم اكلات ابدا هذا اليوم. يعني وبنفس الوقت ما في داعي يروحوا على المشفى، انه بس ياخذين شوية برد فبيمشي الحال. يعني انه هيك حمية بالبيت مع اكل صحي وادفي لهم معدتهم بيمشي الحال. فوالله هون هلكوني هلك. غزل تروح، يزن يجي، يزن يجي، عالسولة تجي، ياي عن جد هلكت. والله. فهون هيك اشتغلت بسرعة، يعني صدقا عم بشتغل كتير بسرعة. يعني لحتى انا كنت ناوية افيق الصبح اعمل تعزيلة لغرفة النوم. قلت هيك بدي اعمل لها حوسة نظيفة، بس وقت شفتهم هيك مرضانين ما رح يعني الوضع يسمح لي. وقلت كمان عندي القرع بدي اخلص منه، مشان ما يخرب. فقلت لا خلاص بعيفة لتاني نهار. وعن جد الولد وقت اللي بيمرض كتير كتير صعبة على الام. سبحان الله، الولد بيمرض مقابيله بتمرض الام يعني. فقلت لي الله معلش، بس هيك يطيبوا بخير وسلامة ان شاء الله. كل شي بصير يعني. المهم هن هيك يطيبوا ويرتاحوا. وهون كمان ضفت الفروج مشان ياخدوا الطعمات من بعضهم وتتعزز الطعمة اكتر، وهيك يغلوا مع بعضهم غلية 10 دقايق. كمان كان بستوي مع الرز. الولاد يا علي مالهم متعودين، لانه انا بالعاده مثلا شفتوا بياكلوا اكلات بقلب النهار، او مثلا بعمل لهم سناكات فواكه. بس هون لا ابدا، يعني ما عملت لهم شي. بس يقولوا لي جوعانين، قال لهم تاكلوا لبن او بطاطا مسلوقه. والحمد لله رب العالمين. يعني اجباري الولد بده حميه، لازم انه واحد انه يحمي الطفل مشان يطيب. وهون كان الاكل جاهز معي الحمد لله رب العالمين. بس في شي ناقص، ايش هو؟ هون على قد ما يقولوا لي ماما 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 ماما، قلت لهم خلص يلا بس اصور. وكمان كان الاكل بنفس الوقت سخن كتير، فما راح يقدروا ياكلوا يعني منه.
يعني حجتين بحجة وحدة. وهون طبعا من بعد ما نيمتهم الله يحميهم إلهي وأمنت عليهم قلت أعمل لي هيك فنجان قهوة على رواق. ايه والله والحمد لله رب العالمين. ولهون بيكون خلص روتيني اليوم. هيك حبيت ما اقطعكم وما اتأخر عليكم بالفيديو مشان ما هيك تستعوقوني وتلاقوا لي فقدة. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو هيك وختامها بفنجان قهوة. وبتمنى تشاركوا الفيديو مع رفقاتكم ليصل لعدد كبير من المشاهدة. وبتمنى هيك ما تنسوني من لايكاتكم الحلوة وكومنتاتكم العسل كل عسل دخيل قلبكم. واستنوني بفيديو جديد ولهون بقى لكم سلامات بأمان الله.